اعرف يا صديقي ان التدريب النفسي هو ممكن يكون الفارق الكبير ما بين انك تكسب بطولة او تخسرها. مش بس التدريب البدني والراحة والتغذية. تعال معايا، التدريب النفسي للرياضيين ده مهم جدا، وده الفارق الكبير ما بين اللاعب المحترف والهاوي. اللاعب اللي بيفضل لاطول وقت في مسيرته واللاعب اللي بينتهي بسرعه، تحب تبقى مين فيهم؟ طب تعال اخدك معايا في رحله بسرعه واعرفك ايه هو التدريب النفسي. التركيز العالي في فتره الاعداد والبطولات، التعامل مع الضغوط والعوامل الخارجيه في فتره الاعداد ووقت البطوله، تحفيز مثلا بيساعدك على الحفاظ على اعلى مستوى وقت المباريات حتى لو الامور مش على هواك. وناس كتير لسه لحد دلوقتي بتهمل الاعداد النفسي، وده بيخليهم ما بيعرفوش يسيطروا على اعصابهم وقت الماتشات والامور ما تمشيش كويس. نجاح في المجال الرياضي يا صديقي مش بس الاعداد البدني، العقل كمان ليه اهميته. طب ما تقول لنا يا احمد كده ايه هي مثلا امثله على التدريب النفسي؟ هقول لك يا صديقي، اكتب معايا: تصور العقل للمباريات قبل ما تبدا، تدريب التنفس واليوجا، التفكير الايجابي، روتين وحاجه ثابته دايما تعملها قبل المباريات بتساعدك على التخلص من التوتر. هنا كده نتخيل حلقه ملاكمه الاتجاه الاحمر، اتمرن وكل كويس وارتاح كويس. بس انما صاحب اللون الازرق ده ركز فوق كل ده على التدريب النفسي. تخيل المباراه وتخيل هيعمل ايه، وتخيل لو حصل له اصابه في قلب المباراه والوجع طلع جوه جسمه وجوه مخه، هيعمل وهيتصرف مع الوجع ازاي. اعصابه هاديه، واثق في نفسه، مش متوتر، محافظ على تركيزه، وفي الاخر كسب الماتش. طب يا صديقي، عايز تساعدني نفسك نفسيا ومش عارف، تنساش تشارك بكومنت ولايك للفيديو وفولو للصفحه، وقول لي انت محتاج تتعلم وتسمع مني ايه وانا اقوله. كان معاكم احمد الشيمي، بطل مصر والمانيا في رياضه كيك بوكسنج. السلام عليكم.